مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه لولي. الفيلم بيبدأ مع لولي اللي بتكون أخيرا حققت حلمها ودخلت كلية الطب، وبتسترجع ذكريات من طفولتها لما كانت في المدرسة، وتوجه سؤال للتلاميذ عن أحلامهم لما يكبروا. ولما بيجي الدور عليها بتقول إن نفسها تبقى جراحة عشان تخلي أهلها فخورين بيها. فبتضحك عليها واحدة من زمايلها وبتقول لها إن باباها ميت أصلا ومامتها بتشتغل طباخة على قدها. لكن لولي ما بتتأثرش بأي كلام محبط وبتصمم إنها تكمل في مشوار حلمها وتحققه. بنرجع للحاضر وبتكون لولي مع حبيبها دييجو في البار عشان يحتفلوا مع بعض بدخولها الكلية. بتبقى مبسوطة جدا وبتفضل ترقص وتغني بالرغم من إن دييجو بيقول لها إنه عاوزها في موضوع مهم، لكنها ما بتهتمش. ولما بيلاقيها مطنشاه بيتكلم هو وبيقول لها إنه عاوز يسيب الكلية. فبتسأله إذا هو عاوز يعمل كده عشان يروح يعيش مع مامته في كندا. بيقول لها إن مامته مش موافقة أصلا إنه يسيب الكلية، وبيحس بوجع في رجله. لكن برضه لولي بتعمل نفسها مش واخدة بالها، بتمسك المنيو عشان تطلب اكل. فبيقول لها انه هيروح الحمام. ولما بيمشي بتيجي ستيفاني وهي البست بتاعت لولي، وبيبصوا من بعيد بيشوفوا دييجو واقف مع باولا. وباولا هي دكتوره شغاله في المستشفى اللي هم هيتدربوا فيها. فبتغير جدا وبتتضايق وبتروح تقعد على الترابيزه عشان تطلب الاكل على ما يجي. ولما بيجي بتساله لولي عن اللي بينه وبين باولا، فبيقول لها انه مفيش حاجه، بس على الاقل بتسمع له. بتتضايق من كلامه وبتكلمه بطريقه مش كويسه. وبتيجي باولا عشان تسالهم لو عاوزين حاجه، لكن لولي بتكون غيرانه جدا منها وبتكلمها وحش. وفجأة بيسأل دييجو عن الأكل لو كان في جمبري، وبيكون مش قادر ياخد نفسه خالص. فبتفهم لولي إنه عنده حساسية من الجمبري وبياخدوه على الإسعاف. وفي العربية بتسأل دييجو هو ليه ما قالهاش قبل كده إنه عنده حساسية من الجمبري. فبيقول لها إنه قال لها كده كتير قوي، لكن هي اللي ما كانتش بتسمعه. وهنا بتتضايق لولي من نفسها وبتعرف قد إيه هي أنانية، وبتحاول تعتذر له. وعشان تصالحه بتقول له إيه رأيك لو نسهر مع بعض في أي مكان ونحتفل بمرور سنة كاملة على بداية علاقتنا. فبيقول لها تعتبر إن كل حاجة بينهم انتهت من اللحظة دي. بتروح لولي بيتها وهي متضايقة جدا وما بتعرفش تنام خالص. وتاني يوم بتصحيها مامتها وهي متأخرة على الجامعة وبيكون أول يوم ليها. فبتقوم تغسل وشها وتحضر حاجتها عشان تمشي. وبتبدأ مامتها تلومها إن هي السبب في اللي حصل امبارح لدييجو. لكن لولي بترد بوقاحة وبتقول لها إن دييجو بيتكلم كتير قوي وهي أكيد مش معقول هتركز في كل كلامه. وبتسيبها وبتروح الجامعة. وفي الأتوبيس بتلاقي ست عجوزة قاعدة ومستنية حد يقوم لها. فبتدعي إن حد غيرها يقوم عشان هي مش عايزة. ولما واحد بيقوم ويقعد الست بتفرح إنها هتفضل قاعدة طول الطريق. وفي الجامعة بتيجي ستيفاني وبتسألها عن دييجو، فبتقول لها إنه أكيد مش جاي لأنه قال لها إنه هيسيب الجامعة. لكن بيدخل دييجو وباولا مع بعض من الباب اللي قدامهم، وبتكون لولي مصدومة. وبيدخلوا للتدريب وبتكون هي ودييجو وستيفاني مع بعض في نفس التدريب. وزي ما عرفنا إن باولا هي الدكتورة اللي هتشرف على تدريبهم. وبتروح تقف قدام مريض اسمه أوسكار بيقول لها إن كليته بتوجعه جدا. فبتجيب حقنة مسكنة عشان تديها له. ولما بتشوفها باولا بتقول لها انتي تعرفي المريض ده عنده حساسية من المسكن ده ولا لأ؟ فبتتحرج لولي وما بتعرفش ترد عليها. فبتقول لهم باولا إن أهم حاجة لازم يعملوها قبل ما يتخذوا أي إجراء مع المريض هو إنهم يقروا التقرير الطبي بتاعه. وبتقف المجموعة قدام المريض وبتبدأ باولا تشرح لهم اللي عنده والأعراض اللي ظاهرة عليه. وبتكون موجهة كل كلامها لدييجو، وده بيخلي لولي تغير جدا. فبتلفت ستيفاني انتباهها عشان تاخد بالها من تعبيراتها. وبعد ما بتخلص باولا شرح الأعراض بتسألهم عن المرض اللي عنده. فبيرد دييجو ولولي في وقت واحد وبيقولوا سكتة دماغية، وبتكون إجابتهم صحيحة. بعد كده بينقلوا لقسم الأشعة وبتقف لولي قدامه. ولما بتركز في ملامحه بتقول له إنه شبه باباها جدا. فبيبتسم أوسكار وبيكون في إيده جهاز الأمان عشان أول ما يحس بألم يتكئ عليه. وأول ما بيدخل الجهاز بيتعطل بيه وما بيكونوش عارفين يعملوا له ايه. واللي بيحصل ان لولي ودييجو بيدخلوا في قلب الجهاز نفسه عشان يصلحوه. ونتيجة الموجات اللي بيتعرضوا ليها في الجهاز بيغمى عليهم. ولما بتفوق اول حاجة بتسأل عليها هو دييجو، وبيكون بينه وبينها ستارة ونايم في السرير اللي جنبها. فبتسأل ستيفاني لو في رأيها ان دييجو وباولا مرتبطين. فبتقول لها ستيفاني اكيد لأ. لكن بتسمع لولي بعد كده صوت لستيفاني وهي بتقول عكس اللي قالته، وبتكون ما حركتش شفايفها خالص. فبتستغرب لولي وبتعيد الموضوع وبتلاقي فعلا انها ما حركتش شفايفها. فبتفهم انها بقت بتقرا الافكار نتيجة الموجات اللي تعرضت لها في الجهاز. وبتخرج تجري من الأوضة وتنزل الشارع. وطول ما هي ماشية بتفضل تقرأ أفكار الناس. ولما بتركب الأتوبيس بتلاقي نفسها عارفة كل حاجة بيفكر فيها كل واحد قاعد في الأتوبيس. وبتروح لجوليو صاحبها الملعب اللي بيلعب فيه لأنه بيكون لاعب كرات طايرة. وبالرغم من مهارته العالية في اللعب إلا إنه مش بيكون لاعب أساسي في الفريق. وبعد المباراة بيقول له الحكم إنه عايزه معاه في الفريق.
فبيقول له مش هينفع لأنه هو مصاب في رجله، وبيروح يقعد مع لولي في المدرج. وبتقرا لولي أفكاره وبتعرف إنه مش عاوز يدخل الفريق عشان خايف من الجمهور، مش عشان مصاب ولا حاجة. وبتعزمه على العشاء، وفي طريقهم لبيتها بتقول له إنها بتقدر تقرا الأفكار، فبيقول لها إن دي حاجة مستحيلة وممكن تكون بيتهيأ لها. ولما بيوصلوا البيت بتقول مامة لولي ليها إنها قلقت عليها لما اتأخرت. ولما لولي بتقرا أفكار مامتها بتسمعها بتقول إن كل الصفات السيئة اللي في لولي هي السبب فيها من البداية. فبتطبطب عليها لولي وبتقول لها إنها أحسن أم في الدنيا، وبتدخل أوضتها عشان تغير هدومها. فبتقعد مامتها مع جوليو وبتعرض عليه إنه يرجع يرتبط بلولي تاني. فبيقول لها إن الكلام ده كان وهما صغيرين، لكن دلوقتي هي طباعها صعبة جدا وهو مش هيستحملها. وبتخرج هي وجوليو وستيفاني وبيقعدوا مع بعض على البحر، وبتقول لهم إنها نفسها تخلص من موهبة قراءة الأفكار علشان تعبها جدا. فبتقول لها ستيفاني إنها المفروض تفرح وتستغل الملكة دي في إنها تقرأ أفكار حبيبها دييجو وتعرف هو بيحبها بجد ولا لأ. وتاني يوم في التدريب بتقابل دييجو وبتعتذر له عن اللي حصل له بسببها، لكن بيكون باين عليه إنه ناسي كل حاجة أصلا وبيعاملها كأنهم مرتبطين مع إنه انفصل عنها. فبتستغرب لولي جدا من اللي هي شايفاه. بعد كده بتنده عليها باولا وبتقول لها إنها عايزاها، وساعتها بتستغل لولي الفرصة وبتلمس إيديها عشان تقدر تقرأ أفكارها وتعرف اللي بينها وبين دييجو. لكن اللي بتسمعه بيدور جواها بيفرحها جدا. بتعرف إن باولا خايفة على دييجو لأنها بتعتبره زي ابنها. بتسمعه وبتكون حنينة عليه علشان تعوضه عن قسوة أبوه، لكن بيقطع ابتسامة لولي الحاجة اللي كانت باولا عايزاها فيها، وهي إن دييجو جاله فقدان مؤقت في الذاكرة بسبب الموجات اللي تعرض لها في جهاز الأشعة. فبتتصدم لولي علشان عرفت هو ليه لسه فاكر إنهم مرتبطين، ولما ترجع له ذاكرته هيسيبها تاني. وبتروح تحكي لستيفاني، فبتقول لها تعيش اليوم بيومه وتسيب كل حاجة لوقتها. ومع الوقت بتقدر لولي تعرف تشخيصات كل الأمراض اللي عند الناس من غير حتى ما تكشف عليهم، وبيكونوا الدكاترة منبهرين بيها جدا. وحتى دييجو بيقول لها هي ازاي بتقدر تعمل كده، فبتضحك وبتقول له إن عندها حاسة ثابتة. ولما بتكون ستيفاني عايزة تقول لها حاجة ومش عايزة حد يسمع بتقوم لمساها عشان تخليها تعرف اللي في دماغها. وبتكون خلاص تعبت من الموضوع ده لأنها قادرة تقرأ أفكار كل الناس ما عدا الشخص اللي هي محتاجة تقرأ أفكاره وهو دييجو. فبتقترح عليها ستيفاني إنها تاخدها العرافة علشان تساعدها. ولما بتقول للعرافة إنها بتقرأ الأفكار بتسمع أفكارها وهي بتقول عليها مجنونة. فبتقول لها إنها مش مجنونة ولا حاجة، وبتقول لها كل حاجة بتفكر فيها. وبتعرف كمان إنها مش عرافة ولا حاجة وإنها واحدة نصابة. فبتسيب المكان وبتمشي، لكن العرافة بتمسك فيها وبتفضل تطلب منها يشتغلوا مع بعض وهيعملوا فلوس ما تتخيلهاش. لكنها بتمشي بالعربية مع جوليو وستيفاني، وبتقول لستيفاني ما تقترحش عليها حاجة تاني بعد كده أبدا. وفي الطريق بتتعطل العربية وبينزلوا يزقوها. وبالليل بيروحوا البار وبتسهر ستيفاني مع حبيبها ريكارديو. وبتروح لولي تقعد مع دييجو وبتقول له إنها هتطلب له أكل ما يكونش فيه جمبري. وهنا بيبدأ تشويش ذهني لدييجو من الأحداث اللي حصلت، لكن برضه ما بيقدرش يفتكر حاجة. وبيقول للولي إنه هياخدها معاه بيته عشان أبوه مسافر ومش راجع غير بكرة، وعاوزهم يقضوا اليوم مع بعض. وتاني يوم بيرجع أبوه وبيقعدوا هما التلاتة يفطروا مع بعض. بتسلم لولي على أبوه علشان تقرأ أفكاره، وبتقول له إنها هتبقى جراحة وممكن تشتغل معاه في يوم من الأيام. فبتسمع أفكاره وهو بيقول إنها عمرها ما هتبقى جراحة. فبتقول له إنها هتقدر توصل لحلمها، وإنها كمان شغالة مع باولا ودي جراحة شاطرة جدا. فبيقول لها شاطرة، والدليل على كده إنها لسه بتشتغل في مستشفى عام. وبيقول لها كمان إن كل اللي باولا بتعمله ده مجرد تضييع وقت مش أكتر. فبيقوم دييجو وهو متعصب وبيقول إنه مش لازم الجراح الشاطر يبقى شغال في مستشفى استثماري، وإنه مش هيشتغل معاه في المستشفى بتاعته لما يتخرج. فأبوه بيقول له إنه أصلا ما كانش يطول يبقى له أب زيه، وأي حد في الدنيا يتمنى يبقى مكانه. بيروحوا المستشفى وهناك بيقابلوا جوليو وهو بيعمل إشاعة على رجله المصابة عشان يدخل الفريق بعد ما أقنعوا ريكارديو حبيب ستيفاني إن دي فرصة كويسة جدا ليه. لكن بينادوا على لولي فجأة عشان تروح تشوف أوسكار اللي بيبقى خلاص ما فاضلوش كتير. فبيقول لها إنه عاوز يشوف ابنه قبل ما يموت. فبتروح هي ودييجو لابنه وبيطلبوا منه إنه يروح له ويحقق له رغبته، لكن ابنه بيرفض طلبهم لأن أبوه كان قاسي جدا عليه وعمره ما اهتم بيه ولا حضر له حفلة تخرج واحدة في حياته. فبيقول له دييجو على المأساة اللي هو كمان عايشها مع أبوه، وبيقول له إنه برغم كل اللي بيعمله فيه ده إلا إنه لسه مصدق إنه بيحبه. وفي النهاية بيقدروا يقنعوه إنه يروح يشوف أبوه. وبالليل بتكون لولي قاعدة مع مامتها في البيت وبتقرر إنها تقول لها على موضوع قدرتها على قراءة الأفكار، لكن مامتها بتكون مش مصدقاها وبتفضل تختبرها وتقول لها تقولي اللي هي بتفكر فيه.
وما بتكونش مصدقة اللي هي سمعاه، وبتقول لولي لمامتها إنها عرفت إنها معجبة بجارهم لويس، وبيفضلوا يضحكوا مع بعض. بعد كده بتروح مع أصحابها الماتش جوليو، وبيفضلوا يشجعوه ويدوله ثقة في نفسه لحد ما بيكسب، وبيكونوا فخورين بيه جدا. وتاني يوم بيكونوا شايفين من بعيد مقابلة أوسكار وابنه مع بعض، وفرحانين جدا إن العلاقة بينهم اتحسنت. وبتقول لولي لدييجو إنه هيبقى جراح مشهور، لكن فجأة بيحس بضيق تنفس وبيبدأ يفتكر كل حاجة حصلت في اليوم اللي ساب فيه لولي. بيغمى عليه، وبتيجي باولا وبتقول لهم لولي إنه عنده جلطة في الرئة بتسبب له ضيق تنفس باستمرار ولازم يدخل العمليات. وفعلا بيعمل العملية وبيكون كويس، وبيفوق يلاقي لولي جنبه وأبوه اللي بيكون قلقان عليه جدا لأول مرة في حياته. بتشكر باولا لولي على إنقاذها لدييجو، فبتقول لها ما تشكرهاش لأن هي السبب في علاجه. وبيشكر والد دييجو باولا وبيعترف بفضلها على ابنه. وبعد الكلية ما بتخلص بيتخرج دييجو ولولي، وبتكون لولي مش عاوزة تبقى جراحة، وبتقرر تتخصص في الطب النفسي عشان تعمل الحاجة اللي طول عمرها بتتهرب منها، وهي إنها تسمع للناس ومشاكلهم وتساعدهم يحلوها. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.